يعني موجودين في سيناء لكن لم يستغلوا الاستغلال الأمثل. نمرة سياحة واحد في الجنوب والزراعة في الشمال يعني، هتكلم لكن فيه على نعم. سياحة يعني لكن ممكن يبقى في لأن في يعني سياحة علاجية كمان مهملة جامد جدا. يعني في سفاجة بتعالج أمراض كتير جدا، لكن للأسف مش واخدة الدعاية الإعلامية على مستوى أو العالم كله. الإقبال، يعني مش الإقبال عليها جامد جدا، الأجانب الإقبال من بيجوا. المستثمر، الإقبال نفسه من ما هو في عدة نعم. عوامل أهمها أن لازم إنشاء خط سكة حديد يربط ما بين القاهرة وبين محافظة مصر كلها بسينا. خط السكة الحديد ده لو اتعمل زي زمان كان بيوصل لغزة كده. المفروض بالظبط ده لو اتعمل خط سكة حديد دي خلاص هتبقى سينا دي بقت اتربطت بمصر. يعني أنا من اسكندرية أركب أروح بالقطر تبقى وسيلة مواصلات سهلة، مش أعدي على 100 نقطة مرور وأعدي على 100 حاجة، هتبقى معروفة ساعات معينة وهوصل هناك. لو عايزين نعمر سينا فعلا لازم نعمل خط سكة حديد يربط سينا بالمحافظات المختلفة. بمحافظات مصر. نعم. بالنسبة للزراعة فعندنا هناك عوامل طبيعية كتيرة جدا. في السيول، مياه السيول لازم نستغلها استغلال أمثل. عندنا الطاقات البشرية وعندنا الأفكار وعندنا كده العلماء كتير جدا. لو درسنا المخرات بتاعة السيول اللي بتعطل الطريق اتجاهاتها. وبتقطع اتجاهاتها، وطبعا عندنا دكتور فاروق الباز ممكن يجيب لنا الخرائط اللي بتحصل. ممكن نجمع خزان مائي، وده ممكن طبعا احنا شفنا أزمة نهر النيل، فممكن دي تبقى مصدر لينا. تمام. يبقى خزان مياه لينا للمياه اللي بتتهدر دي ومش وبتقطع علينا الطرق والمواصلات اللي نستفيد منها، بتكلفنا اللي الحقيقة بتكلفنا ملايين. كتير جدا. بالعكس نعم، ده احنا كل ممكن سنة. نعمل لها خزان ونستفيد منه في الزراعة. في بالنسبة للزراعة كمان ان في الطقس في سينا في الجبال والمرتفعات بيبقى منخفض، فممكن نزرع فيها الحاجات اللي هي زي فلسطين، المنتجات اللي هي بتجيب لنا الموالح.